السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو الموسم بقى بتاع الأيام ديت. خلاص الدراسة على الأبواب. أنا بالنسبة لي الدراسة بكرة لحد إن شاء الله، فلحقت على طول أعمل عيش الفينو بالحجم الصغير اللي انتوا شايفينه دوت بصراحة. للأولاد الصغيرين. أنا بصراحة ابني داخل كي جي 1، فبالنسبة له بقى هيبقى الرغيف صغنن كده وجميل ومش مش طويل بقى على ما يخلصه كله، لازم تخلص كل سندوتشاتك. فبالنسبة له طري جدا وهش وحلو وبيخلص بسرعة ويطلب تاني كمان. تعال نشوف عملناه ازاي. انا هجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق، بصراحة انا خليتهم 4 كوبايات من الدقيق. طبعا دقيق فاخر او بمتعدد الاستخدامات او مكتوب عليه للمخبوزات. تمام، لان نوع الدقيق طبعا بيفرق قوي. هنخله كويس قوي. وهجيب كيس خميرة فورية او 10 جرام او معلقة كبيرة، وكيس بيكنج باودر او معلقة كبيرة، ومعلقتين كبار سكر ورشة ملح. دي الحاجات الجافة بتاعتنا. يبقى نص كيلو دقيق على معلقة كبيرة خميرة فورية على معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين سكر ورشة ملح. قلبتهم وحطيت معلقتين كبار زيت، معلقتين كبار مليانين كده حلوين. وديت كوباية لبن، طبعا نصها لبن ونصها مية. ومعايا كوباية مية دافية تانية، لو احتجت تاني ولا حاجة ابقى ايه ازود منها حبة صغيرين. بصراحة احتجت منها بس قيمة معلقتين او يعني اقل من ربعها. هبتدي بقى اعجن عجينة محترمة كده بتاع 10 دقايق ولا حاجة، اخدم عليها كويس قوي بحيث تتعجن كويس جدا جدا، وتبقى عجينة ناعمة في ايديا، بتلزق بسيط قوي قوي، تلزيقة مش يعني مش باينة في ايديا خالص. وهسيبها طبعا تخمر زي ما احنا متعودين في مكان دافي حوالي ساعة. تمام، او لحد ما يتضاعف حجمها على حسب الجو، طبعا حر بتاع. احنا الجو الايام ديت طبعا لسه حر شوية، فخليتها ساعة الا ربع. هبتدي بقى اطلعها بعد ما خمرت اهي، ضعفت حجمها، ملت كده شوية من الطبق. تمام، وهبتدي ان انا احطها على سطح بقى علشان اقطعها إيه كور متساوية الحجم، او زي ما انت عاوزة تكون مثلا بحجم مثلا 50 جرام. وطبعا حسب الحجم اللي انت عاوزاه بيه رغيف الفينو يطلع معاكي عامل ازاي. انا زي ما قلت لك هعمل فينو صغير بحجم كده يعني الكرة قيمة مثلا قد الليمونة الكبيرة كده. ماشي. وعلشان ده مناسب لحجم الاطفال اللي هياكلوا عندي. ممكن تعمليها اكبر من كده براحتك، يعني التقطيعه دي بقى على حسب ايه ذوقك انت وحسب مزاجك. تمام. انا بقى عملت الكرات اهي قدامك. تقريبا يعني عاملها في نفس الحجم كده زي ما قلنا قد الليمونه الكبيره شويه. هتقولي كده صغير قوي، هو لسه هنسيبها تخمر تاني، فما تقلقيش هتكبر تاني، هيتضاعف حجمها تاني. طبعا هعملها كرات كلها واغطيها. اهم حاجه ضغطتي العجين كويس جدا عشان ما يعملش قشره كده من على الوش ويبقى ناشف. هبتدي افتكر اول واحده كورتها خالص وابدا من عندها. هفردها كده بالنشابه فرده كويسه بحيث ان هي تبقى رفيعه، يعني سمكها مفيش يعني 1 سنتي مثلا او 1 ملي اسفل. تمام. اهي فردناها كده بالطول. خلاص ما تعرضيهاش، خليها بالطول. تمام، انا بوريكي كده السمك بتاعها. وهبتدي بقى الفها لجوه كده رول كده على ايدي واساوي الجناب، وبعدين اقفل الطرف بتاعي كويس قوي. اهم حاجه اساوي الجناب كويس قوي علشان دوت الكعب بتاع الفينو يطلع متساوي. تمام. طبعا شكلها قدامك صغير اهي، بس هي لسه هيتضاعف حجمها، وهسيبها تخمر تاني في صاج مدهون رشه زيت خفيفه. وهسيبهم طبعا ايه، لازم طبعا اغطيهم. تمام، هبتدي اعمل معاكي واحده كمان اهي. تمام اهوت. نفس كده الطريقه بالظبط تعمليها مفروده، وتروحي ايه روليها لجوه كده. ايوه الرول ده هو شكل الفينو بتاعنا، فعشان كده تساوي ايه الاطراف بتاعته وتخدمي عليها كده بحيث ان انت ايه يطلع معاكي إيه اسطوانه كده متساويه. تمام. خلاص هخلص بقى الكميه كلها. عملت واحده كمان معاكي اهوت. طبعا الكميه دي طلعت لي حوالي 25 رغيف من الحجم الصغير ده. يبقى انا طلع معايا 25 رغيف من الحجم الصغير بنص كيلو دقيق. احسبي طبعا التكلفه، هتلاقي ان في الافران غالي جدا الاسعار دلوقتي. رغيف صغير زي كده ممكن يوصل لجنيه وجنيه ونص كمان. يبقى انت عملتيه في البيت احسن. حطيتهم بقى في صاج كده يخمروا. ده منظره بعد ما خمر، شوفي حجمه كبر ازاي. تمام. طلع معايا حوالي 25 رغيف زي ما قلت لك. هتجيب بقى بخاخه فيها ميه بسكر، يعني قيمه مثلا ربع كوبايه ميه عليهم معلقه كبيره سكر. وهبخ بيهم العجينه كده بدل ما ادهن وشها بحاجه كده، اخف بكتير واوفر كمان. فرن سخن جدا على درجه حراره 200
ياخد لون من تحت وابتدي شغلي الشواية عليه، بياخدش ربع ساعة 10 دقايق والريحة بتاعته تحفة جدا كأننا دخلنا الفرن. عايزة اقولك ان الطبق الجميل دوت اللي ملحقوش بصراحة الأولاد كلوه في ساعتها، يعني كده هعمل تاني بقى عشان المدارس. بصراحة نتيجة ممتازة، عجينة كويسة جدا، خفيف وهش وفي نفس الوقت حجمه مناسب للأولاد الصغيرين، بحيث يخلص السندوتش بتاعه ويطلب حاجة تاني بدل ما يقعد مثلا ساعة ياكل في سندوتش طويل وما يقدرش يخلصه وبتاع. لا كده جميل قوي. سنة سعيدة عليكم وعلى كل الأولاد، وتبقى عام دراسي مليان بالتفوق والنجاح. عايزين نغذي ولادنا كويس، كل ما يتغذوا كل ما عقلهم يشتغل ويبقوا شطار. اعملي الحاجات في البيت بإيديكي أنضف وأحلى وأكتر. ألف هنا وشفا، جربيها.